السلام عليكم، أنا محمد ناصر وانت بتتفرج على سلسلة قطرة من كتاب. وهنا بنلخص كتاب بطريقة سهلة وبسيطة. لو مش فاضي تقرأ تابعنا، كل أسبوع معانا كتاب جديد. وده الجزء الثالث من كتاب العادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية، العادة رقم 5. وهي قبل ما تقول محدش فهمني في العالم ده كله، محدش فهمني في البيت ده كله، فكر وحاول تفهم انت الأول. علمونا في المدارس القراءة والكتابة، لكن ما علموناش ازاي نسمع، ما علموناش ازاي ننصت. برغم من ان دي الأداة رقم 1 اللي ممكن حرفيا تشقلب حياتك للأفضل. عندنا مكانين بنسمع منهم ومكان واحد بنتكلم، فازاي يكون كلامنا اكتر من سمعنا؟ كلنا لينا احتياجات، لكن من اهم واعظم الاحتياجات دي انك تكون مفهوم. حد يكون فاهمك فيقدرك، حد يكون فاهمك فيحترمك، فاهم مشاعرك، فاهم ألمك. الناس لا يبالون بمقدار ما تعرف حتى يعرفوا مقدار ما تبالي. وهنا الكاتب بيحكي عن قصة وهو بيلعب كرة قدم وحصل ليه ألم شديد في دراعه، فحاول ان هو يعالجه بكل الطرق لكن منفعش. فراح للدكتور بتاعه. بمجرد ما بدأ يحكي للدكتور المشكلة، الدكتور قال له: أنا فهمت المشكلة خلاص. يا دكتور أنا لسه ما قلتش حاجة، أنا فهمت المشكلة خلاص، كله هيبقى تمام. كتب ليه العلاج، وبعد ما خد أول جرعة المشكلة اتأزمت. ظن إن ده عادي فخد كمان جرعة، فالألم زاد أكتر بكتير من الأول. انت لو في الموقف ده هتروح للدكتور ده تاني؟ أكيد لأ طبعا. مش هتبالي بمقدار العلم اللي عند الدكتور، لأن الدكتور لم يبالي بألمك، لم يبالي بفهم مشكلتك أصلا. ودي العادة رقم 5 في كتاب العادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية، وهي: اسعى أولا إلى أن تفهم قبل أن تكون مفهوما. وقبل ما نتكلم في العادة، تعال ما نشوف ال5 أساليب إنصات رديئة اللي بيستخدمها معظم الناس. الأسلوب الأول الرديء للإنصات إنك تكون بتتكلم مع شخص والشخص ده في وادي تاني، انت في وادي وهو في وادي تاني خالص. والطريقة دي اسمها التحليق بعيدا. الشخص ده لم يبالي بمقدار ما تشعر به، لا من ألم ولا من أي شيء. ولو استمريت في الأسلوب ده هيكون ليك سمعة سيئة بإنك خارج العالم الحقيقي. الأسلوب الثاني الرديء للإنصات إنك بتكون قاعد بتتكلم مع شخص والشخص ده بيتظاهر إنه معاك. جميل جميل رائع والله. دي كلها بعض الكلمات المشهورة والمعروفة، وده حرفيا الاسلوب المنتشر ما بين الناس كلها، انك بتتظاهر انك معايا وانت مش معايا اصلا، انت في حتة تانية برضو. الاسلوب الثالث الرديء للانصات اسمه الانصات الانتقائي. وفي الاسلوب ده انت بتنتقي بعض الكلمات في الحديث علشان تتكلم فيها لصالحك، تتكلم فيها في اللي يخصك انت مش اللي يخص الطرف التاني. ونروح للأسلوب الرابع الرديء للإنصات، إنك تنصت إلى الكلمات. وهنا بتهتم بالكلمات اللي بتتقال مش بمضمون الكلام كله أو المشاعر. لو ركزت على الكلمات فقط فنادرا إنك تفهم المشاعر العميقة في قلوب الآخرين أو الشخص اللي بيتحدث معاك. الأسلوب الخامس الرديء للإنصات إنك تركز على الذات، تشوف الأمور من وجهة نظرك أنت فقط، زي الدكتور اللي ركز على نفسه ومداش لنفسه فرصة انه يفهم المريض اللي قدامه. ومن عيوب الاسلوب ده انك بتصدر احكام على الشخص اللي قدامك في عقلك، او بتفضل تديله نصايح او تستجوبه، زي معظم الاباء والامهات. المدرسة عاملة ايه؟ ادائك في الامتحان عامل ايه؟ عاملة ايه النهاردة مع اصدقائك؟ هتعملي ايه بالليل النهاردة؟ واللي قدامك عايز يقولك سيبني في حالي بس وابعد عني ارجوك. وطبعا بعد أساليب الإنصات الرديئة دي، هل في أسلوب إنصات أفهم كويس الشخص اللي قدامي أو على الأقل يفهمني هو كمان؟ بالفعل في أسلوب بيؤدي إلى تواصل حقيقي اسمه الإنصات الصادق. وعلشان توصل للإنصات الصادق ده لازم تعمل 3 حاجات. أول حاجة اسمع بودانك وقلبك وعينيك، ما تنخدعش بالقناع اللي قدامك لابسه وهو بيتكلم معاك.
خلي عندك علم ان اللي قدامك ده برغم الأقنعة اللي هو لابسها، برغم القسوة اللي بيتكلم بيها، برغم عدم الخوف، هو في أشد الاحتياجات لأن شخص يفهم هو عايز يقول ايه. تاني حاجة، حط نفسك مكان الآخرين. لو في 3 أشخاص لابسين نظارات والعدسات لونها مختلف، واحد لابس عدسات لونها أحمر، والتاني لابس عدسات لونها أخضر، والتالت لابس عدسات لونها أسود، وهنا هيكون لكل واحد وجهة نظر في الصورة اللي قدامهم. واحد هيشوف الصورة سودة، وواحد هيشوف الصورة خضرة، وواحد هيشوف الصورة حمراء، برغم ان هي صورة واحدة بس، والحقيقة ان كلهم صح لكن من وجهة نظرهم هم. الحاجة التالتة، الكاتب بيقول مارس الانعكاس. يعني لما تتكلم مع شخص حاول ما ترددش الكلمات، حاول تردد معاني الكلمات بطريقتك انت، لكن من الافضل ان يكون عندك رغبة صادقة في فهم الشخص اللي قدامك. النص التاني من العادة دي بيتكلم على انك تسعى انك تكون مفهوم. طبعا التحدث قدام الجمهور من الاشياء الصعبة جدا، وكان في استطلاع رأي بيقول ان تاني خوف بعد الموت هو التحدث قدام الجمهور، وعلشان اعمل ده بيحتاج شجاعة. وكمان الشيء الاهم هو انك تكون فاهم الشخص اللي قدامك عايز ايه بالظبط، وده هيتم لما تنصت ليه كويس جدا، انصات صادق وحقيقي. وبكده يكون خلصت العادة رقم 5 من كتاب العادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية. دعمك لينا لايك وشير وتعليق تقول لنا رأيك فيه، أو الكتاب اللي عايزينه في المرحلة الجاية نلخصه، ودعمنا ليكم نلخص لكم كتاب بطريقة سهلة وبسيطة. وبس كده، كان معكم محمد ناصر من قناة قطرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.